السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى كلشي يكون بخير. واحد الصديق صيفط لي واحد الصورة ديال واحد السيارة وقال لي هذه راه صناعة محلية مغربية 100%. قلت له صيفط نشوف. فاش حتى هي هذه اللي كتشوفوا، فقلت لي بشحال كتمشي في كيلومتر؟ قال لي كتمشي ب 85 كيلومتر، كتشارجها في جوج سوايع ويلا كتضرب 150 كيلومتر كيسالي الباتري، كتضرب جوج دويرات كيسالي الباتري. فقلت له ماشي مشكل، وانا ندير 6 مليون في جيبي، 6 مليون ونص. قلت ما ربما تكون زايده على 6 مليون ونص. هو يصدمني، قال لي لا راه ماشي 6 مليون ونص، كدير 10000 دولار، 10 المليون مغربيه. قلت له شنو الميزه زعما في هذه السياره؟ كتبان لي انا كما كتشوفوا كرتونيه، يعني كدير سياره اطفال. قال لي لا راه منتوج وطني. قلت له تبارك الله، منتوج الحمد لله، حنا كنبغيو ندعموا المنتوجات الوطنيه، ولكن ماشي سياره بهذا الشكل هذا ب10 المليون. انا كنشوف سيارات الصينيه يعني بمواصفات اعلى من هذه بزاف، وماشي بالثمن ب 20% ولا 10% ديال الثمن اللي كتشوف اللي كتقول لي. سولته اين شركه سميتها، قال لي نيو موتورز، تاسست في 2000. يلا مؤسسه هذه الشركه، يلا تاسست في 2018، ويلا كتجرب البطاريه، ويلا في الحاله التجريبيه ديال السياره، يعني يلا بداو ب 10 المليون. وبالرغم حنا كنعرفوا شركات قديمة في الصين عندهم تجارب، يعني 20 30 40 عام في التجارب في صناعة السيارات، وبأثمنة وبتقنيات عالية، وماشي بالثمن، ماشي بهاد الكم ديال الثمن اللي كتقولوا. ثاني حاجة، حنا كنبغيو ندعموا المنتوج الوطني بطبيعة الحال، كاملين كنبغيو المنتوج الوطني، ولكن حتى نتوما دعموا المواطن الوطني وخليوني يعطيوني فرصة انا نشري سيارة. انا هاد الثمن اللي كتقول لي صافي فقدت الامل انني نشتري سياره. و85 كيلومتر كتمشى، كتضرب 150 150 كتسالي لا شارج. بغيت دير لاباس على ظهري انايا، بحال اللي دابا هاد القضيه بحال اللي كتصنع شي ايفون مصنوع في المغرب، تقنيات كفاءات مغربيه، وتبيعوا لي انا بثمن ايفون اللي مصنوع في امريكان. مقارنه، هي هذه المقارنه، يعني منتوج وطني. حنا كنعرفوا ان كيقول لك ان كل شيء مصنوع في المغرب، فاشك في ذلك 100%. بطبيعه الحال ما تكون السياره 100%، ما يمكنش تقول لي ديك اللوحه ديال تاتش صنعتها مصنوعه في المغرب، ولا الموتور، ولا بزاف الاشياء. انا الشيء الوحيد اللي نقدر نضمنه لك في هذه السياره هو هذا الهيكل المضحك ديال الاطفال، سياره اطفال.